بلاوي الحبيبة بلاي ستيشن. شاب عمره فيها 18 19 يقول انا ذاك الوقت، طبعا هي رويلي السالفه هذه، يقول قبل سنين، قبل كم سنه يعني، قبل 5 سنين في الحدود. يقول كنت توني متوظف وراتبي بسيط حدود 3000 وشوي. يقول مبسوط وعندي استراحه واروح للشباب واجتمع انا وياهم زي اي شاب متوسط يعني في كل اموره. يقول والعب البلاي ستيشن هذه، ترى يقول ماني مدمن شلون جبت؟ ماني مدمن يعني مو ب 24 ساعه مثل صاحبنا ذاك، لا لا لا، العب لي ابو ساعه ساعتين في اليوم. احيانا والله يصير عندي مثلا روحه جيه ما العب عادي، احيانا العكس والله امغطها 3 ساعات على حسب اللي قبالي اللي يلعب معه، اللي يلعب معه. يقول طحنا في الاونلاين انه ادخل ودور لك واحد والله ناقز لك بيلعب، يا ابو الشباب من معي، شو اسمك انت؟ شو اسمك؟ بلعب معك، وش اسمك؟ ما اعرفك. ايه وش اسمك يا فلان؟ قال يلا تعال تتحداني. اتحداك. يقول انا صح اني ما العب دايم، بس اذا لعبت اكسر روس، ما قليل ما اهزم يعني في اللعبه هذه. تحدي قدها يلا العب طق 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 طق. يقول طقطق على العالم. اضحك. يقول انا اضحك وطقطق عليهم. يقول المهم اني يوم من الايام، طبعا هذا مثلا لعبت انت وياه، بكره تلقاه بكره ما تلقاه، مو بشرط، في ناس تشوفهم مره واحده ما تشوفهم اونلاين. يقول في واحد والله شفته مرتين 3، المهم انها يعني عجبني لعبه والولد يعني جيد في اللعب وكذا، لكن ما يتغلب علي نادر، ما يفوز علي نادر. يقول وش اسمك؟ فلان فلاني، والله حياك الله، من وين؟ من المنطقه الفلانيه. انا من المنطقه الفلانيه. عطني سنابك، هذا سنابك، هذا سنابي. صرت اتابعه ويتابعني، بس هذا اللي بيننا. يقول احيانا اجي العب ارسل له على السناب، اقول ها تدخل الحين نلعب يلا قدام، والله بعد ساعه كذا ننسق. يقول والله ونلعب. يقول انا فاضخن سبده، يقول دايما افوز عليه واطقطق عليه واضحك. ترى تاكل وتشرب معه. يقول انا ما دريت، يا غافل لك الله. يقول والله لعب عادي يعني، واحد بيفوز يعني وش بيصير؟ يقول المهم والله اخذت انا وياه مده زي ما تقول يعني، خلينا نقول من عرفته، خلينا نقول اخذوا زي ما تقول قرابه السنه مثلا، ولا بين الا هاللعب وكلامه وضحك اللعب وسوالف اللعب بس. يشوف سنابه وبس. يقول يوم اخذت ذاك اليوم قال انت قلت لي من اي منطقه؟ قلت له المنطقه الفلانيه او المدينه الفلانيه. قال انا عندي شغل عندكم شكلي بجيك. قال متى؟ الله يحييك وابرك الساعات، متى بتجي؟ قال ما ادري بس بجي. يقول قلت خير. يقول انا والله اني راتبي كله يعني بسيط 3000 وشوي. يقول فقاعد اجمع منه زي ما تقولون مثل اي شاب يبي يشتري سياره، يبي يتزوج. يقول بالذات يوم قال لي، يقول انا امسك الراتب. يقول قلت ايش؟ لا هذا ضيف، لمنه جاني ابى اقوم له بواجب وابى امشيه وابى يمكن ياخذ عندي ايام، فقاعد برتب له جدول بحيث انه يقول ما ابي يطلع من عندي الا هو مبسوط ويروح ويذكرني بخير. يقول هذا حقه علينا يعني، ضيف انا، هذا اللي تربيت عليه. اي والله. يقول اخذت لي يجي 2 شهرين. يقول يوم قال ترى بجيك. قلت الله يحييك بس متى؟ قال يمكن بكره في الليل. يقول قلت الله يحييك. يقول اسهر اقعد احتريه. قعدت مع الشباب، جاب يجي ارسل له انا في الطريق، انا جيتك، انا في الطريق، انا باقي علي. يقول ما جاني الا تالي الليل. قلت على الليل خاطر الليل مجفي ما عاد يمدينا نسوي شيء يعني. يقول والله ولا نجهز له فراش جديد. يقول يجي ونقهويه مرحبا ومسهلي وقلط ميسورنا. يقول كال الرجال وشرب. يقول وانا اغمز لاخوياي امون عليهم اللي في الاستراحه فاضيين جالسين عادة بيجلسون، غامز لهم مثل امشوا خلوا الرجال. يقول قلت يا فلان الله يحييك، هذا مكانك وهذا مباتك، وترى انا بروح وبجي عليك، ولا ان شاء الله قاصر من حقك شيء، والعامل عندك وكل شيء عندك، والمطبخ مليان. الحين انت جاي من خط تعبان، والحين احنا بعد الفجر انما انت بقايم من الظهر، ابجيك ان شاء الله والغدا ذاهب وكل شيء الامور زين.
قال لي هي خير 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 ان شاء الله ان شاء الله. يقول ينام الرجال، يقول انا اروح لبيتنا وانام واجي قبل العصر. يقول والله وانت غدا مثل ما تقولون قايل له العشاء الليله. يقول اخوياي ما يجون الا في الليل. جلسنا انا وياه. يقول الرجال كلامه قليل، حتى مي بشخصيته اللي انا اعرفها في البلاي ستيشن. اسولف معه ابي علوم رجال، ابي كلام، ابي ينطق، ماشي متشدد مره، عيونه حاده فيني ولا ادري وش بلا الرجال ذا، ما فيه بلا. قلت الله يعطينا خيره ويكفينا شره. يقول في نفسي لكنه ضيف ومرحبا ومسهلا، واسولف عن الديره وعن اخويا، شفت فلان اللي معنا امس وهذا كذا ولد خالتي وذاك صديقه ابو صديق ابوي من. يقول خافيه بس بعرف شو الرجال، ما بعد شفت مثله، غموضه وسكاته ماش. يقول قلت ما عليه يمكن طبيعته، اقول في نفسي. يقول والله شوي العصر، بعد العصر شوي لا والله الجرس يضرب حق الاستراحه. يقول انا اطلع لا والله فيه رجاجيل، 3 رجاجيل مثل ما تقولون، مرحبا حياكم الله يا رجال، يا هلا يا هلا، تفضلوا تفضلوا قلتوا. قالوا ان شاء الله. قلت هذولي اما انهم عابرين سبيل، يقول استراحتنا متطرفه شوي يعني في طرف الديره. قلت هذول عابرين سبيل ويمكن يبون قهوه شاهي، ولا انهم من ربع اخوياي. لكن رجاجيل طقوا الباب مرحبا مسهلا قلتوا تفضلوا. قالوا ان شاء الله. والله وجيههم والله مي بالحيل. يقول قلطوا. يقول يوم قلطوا ولنا حسيت انهم يعرفون الضيف اللي عندي من ايش؟ من حركاتهم. سلموا عليه السلام عليكم حياك الله هلا. يقول قلت هذا ضيفي فلان وهذول ضيوف الله يحييهم. يقول ايه هلا حياك الله هلا. يقول في شيء سلامهم عليه مثل اللي بينهم اشارات بالعيون، مثل اللي بينهم اشارات بالعيون. يقول يجلسوا. يقول تدور وادور بالقهوه عليهم مرحبا ومسهلا يلا حيهم يلا. ابيهم يقول حنا ربع فلان خويك في الاستراحه، ولا حنا جايين لنا اللزوم الفلاني، ولا هل انت فلان ابن فلان، حنا والله نبي منك شغله ولا سالفه ولا بيع ولا شيء. ابد نفس نمونه اللي عندي. يقول ها وجس ريبه ماشي، موضوع ما هو بنظيف. يقول نظرات، يقول نظرتهم صرفوا الموضوع. يقول ينغزني قلبي فيها انه والله اني ماشي لحالي، جاي ما يجون الا في الليل، حتى العامل يروح يشتغل العصر ما ادري وين يطس، ما يقول انا الحين لحالي، الرجاجيل علي 4. يقول ولا عداني بمرتاح، بالثانيه يزيد القلق عندي من نظراتهم وقل كلامهم وقل ابتسامتهم وقل سوالفهم، ما هو بنظيفين. يقول قلت في خاطري وش هالبلوه اللي بليت بها. يقول لمحت واحد يقول للثاني، قلت ايه والله اني مغدور بس دور علم. يقول قلت عندكم دورة المياه القهوة عندكم. يقول وانا اطمر المطبخ، يقول انا عندي سلاح، عندي مسدس اخذتها بروح به للترخيص، فعلا رخصته. يقول وانا راجع به برجع البيت مريت الاستراحة جلست فيها وطولت، بدا دوامي قلت ماني برايح بالسلاح للدوام. يقول خليته في المطبخ في الاستراحة زبنته يعني وزيته كذا. يقول ويطري على بالي، يقول قلت يا ولد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول انا كني اروح لدورة المياه، يقول وانا امر المطبخ وارفع ذاك القدر الكبير، يقول ومعط المسدس من تحته، يقول واشيل جرابه، يقول احطه في مخباتي. ما اشجع والله على التصرف هذا، لكن يقول انا ما عاد لقيت شيء ثاني اطلع واخليهم، ما ادري ضيوفي من ناحيه عادات وتقاليد هم في مكاني وضيوفي ولا بدر منهم خطا، لكن قلبي مو مرتاح. يقول قلت ما عاد بحطه معي وعلى الله. يقول والله انا حطه مسدس معي. يقول واحد منهم قال عن ذاك دورة المياه، يقول تفضل. يقول عقب ما جيت وجلست انا عليه، يقول ما بديت شيء. يقول يوم اطمر، يقول يوم اخذ شوي طلع برا وجاب ساطوره وعجره. يقول لي مقابلني رجال الباب وراي مثل ما تقول كذا، يقول مقابلني رجال ورجال منا وواحد منا، وهذا راح لدورة المياه على انه راح لدورة المياه، اثره نقز السياره جاب ساطوره وعجره، العجره عصا. يقول يوم دخل يقول وانقز واحد منهم ويصير في صفه ويقول يلقط منها الساطوره.
يقول الناظر اثنين منا واثنين منا. يقول شو العلم يا رجال؟ قال العلم شوف فلان. يقول قال أنا تسب أمي. خوي الضيف أثره مرت متحمسين نلعب. يقول أول قصد إني أنا داقن خشمه باللعب. شوفوا سخافة اللي يعني عانين من ديره لديره عشان يجرمون في الرجال علشان سخافة بلاي ستيشن. يقول حنا مع الحماس مرة ما أدري أطلق علي في اللعبة وما كان أصابني وقلت يلعن ما أدري وشو وسبيتهم. بس هو اللي في قلبه إني دايما هزمه، بس هذه مسكها عليه. يقول ومع ذلك يقول والله العظيم يوم سبيت امي بعادتي. يقول قلت يا فلان العذر السموحه ترى والله طلعت غصب عفويه وانا اسف وحقي وسامحني وانا اخوك ترى والله ما قصد يعني المعذره. هذا كلام في وقت اللعب اول. يقول قال اي مسموح. يقول بس راحت نسي ما هي في بالي. يقول المهم صكق عليه الرجال الحين. يقول والله يوم قلت ابن حلال وش ما سبيت امك ناسي. قال لا يوم تقول يلعن ويفعل وما ادري وشو. يقول قلت انت صادق انا تعذرت منك في وقتها والموضوع كلمته وطلعت. قال الحين تاخذ جزاها. يقول انا سميت باسمي انا فلان. يقول انا معطل مسدس. الحين تاخذ جزاها. يقول انا سميت باسمي انا فلان. يقول انا معطل مسدس. يقول تسمع انت وجعرك هاللي معك الكلاب انتم في مكاني تبون تقعدون ضيوف حشام مرحبا ومسهلا تبون تطلعون توكل على الله. اما انا ما نغدر وانا ولد ابوي. يلا تخير فيها ترى اسمك دايس بساطي. يقول والله انا عيني للي معهم الاسلحه ذولا ابو ساطور وعصا. يقول هذول ما معهم شيء ما شفت فيديوهم شيء. يقول فانا يعني هذول ما يخالف بس يقول انا موجه الحين لذولا. قلت اسمع انت وياه. يقول واعطيهم العلم. يقول الاثر اللي جنبي منه يقول ختلني. يقول انا وقفت الحين واقف وسط المجلس. يقول يختلني. يقول يجيني من قفاء. يقول واضربني بركبته ويطب علي بجسمه بركبته كذا. يقول يضربني مع اسفل فخذي. يقول وانا اخذه. يقول يوم قلت كذا يقول يقول تطلع الطلقه من المسدس. يقول وضربي رجل اللي قدامي. يقول لا والله ان العجره ضربتني. لا والله ان واحد من السلاب ذول الله يكرمكم. يقول لا والله طاعني بالسكين مع ظهري. يقول ضربتني. يقول الطعنه ما ادري اللي قبل ولا السكين قبل ولا العجره قبل. يقول المهم جت جميع طاع والكثره تغلب الشجاع. يقول مع ضربه الراس والطعنه انا لا عاد تنشدني وش صار غيبت. لكني مؤكد الرجال اللي رميته وصاح وطاح هذا مؤكده. انا صوبت الثخذه واضح اذكر شايفه لكن غبت عقب هالامور. يقولوا هيا. يقول ما ادري هم طبوا علي. يقول ما عاد فقدت انا ما عاد ادري. يقول والله اصحى في المستشفى. يقول من بكره صحيت في المستشفى. يقول اهلي عندي ولا راسي ملفوف. يقول ولا كتفي مخيط وما ادري وش فيه. يقول ولا الظهر مجري زي العمليه وكذا. يقول اهلي عندي ولا صياح ونياح سلم ما سلم. الله لا يبارك فيها البلاي ستيشن والله ما جابت خير. يقول لا والله انهم لا سلم يتباشرون يوم اشتغلت الجوالات ابشر انه طيب صحه وما ادري وشو. يقول شوي لا والله الشرطه مير عند الباب عسكري. يقولوا اطلعوا يطلعون سين جيم وش الموضوع ومنهم هذولا ومن اللي يجون ضباط وتكبر وتطول وتعرض وقضيه اثر الردي ذاك اللي الاول اللي غادرني. يقول اللي اطلقت عليه انا. يقول اثره مشتكيني وانها اطلق علي النار وكذا. قال ابو زيد قبل يبدا بك ايه. يقول والله وتعرض وتطول من المحاكم وهاتك يا محامين وهاتك يا مشايخ وفعلوا ودخلوا. يقول المهم تبهدلنا. سألته قلت وش صار عليكم؟ قال أنا تم مصادرة سلاحي. يقول وأنا حكمت سنة وشوي حق عام يعني. لكن يعني الحمد لله أن الموضوع كان بالطريقة هذه فخفف عن الحكم ولا هو إطلاق نار.
يقول لكن بحكم انهم جو غدروني ودخلوا بمجلسي وانا اللي مضيفهم وانا اللي مقهويهم واعترفوا وحكموا عليهم المشايخ برضو القضاء. الله يديم علينا وعليكم الامن والامان وتحكيم شرع الله. حكموا عليهم برضو بسجن كل الاربعه ذوليك. يقول وانا والله اخذت على اساس اطلاق النار هذا. يقول الحمد لله ابشرك، يقول طلعت واموري زينه واستمريت في حياتي وطابت جروحي وضرب. يقول بس درس، انا وش استفدت من هالبلاي ستيشن لا بارك الله فيها الا خوة هذا واشكاله وهذه نتائجها. ما اعرفه يجي ضيفه وقلطه ويجيني من بعيد وهذه اتلاها. نصحني نصيحه قال وصلها لمتابعينك تراها مهمه جدا ركزوا عليها. يقول في شيء في اعدادات البلاي ستيشن اسمه الرقابه الابويه. يقول هذه تدخل الاعدادات وموجود شرح لها في اليوتيوب، حتى انا والله بستفيد منها. يقول هذه تقدر تقفل المايك انا ولدك بحيث انه ما يتكلم مع غيره، او تحدد مثلا الاشخاص اللي تبيه يتكلم معهم بحيث انه مثلا يتكلم مع صديقه فلان، ولد خالته فلان، ولد عمه فلان، لكن مو من هب ودب يسولف مع الاطفال. وترى فيه بلاوي والله العظيم بلاوي ما ندري عنها. يا ناس اصحوا لعيالكم وانتبهوا من الآفة اللي تجيبها مثل الحية اللي تحطها في حضن ولدك.